كل سنة الشركات بتبدأ حرب في الفئة الاقتصادية، بس كده كله في الآخر بيتجه لسامسونج علشان التحديثات اللي بتفضل فترة طويلة جدا، وفي نفس الوقت عشان تجربة السوفت وير المحترمة جدا. وعشان كده سامسونج نزلت موبايلين بدري من فئة الاي السنة دي، هو الاي 17 والاي 07. فقلت خلينا اتكلم عن الاي 17 او الاي 17 النهارده، واقول لكم هل فعلا يستحق الضجة دي ولا مجرد اسم سامسونج اللي شال الموبايل وخلاص. بس في الأول لو بتحب الشروحات البسيطة والمراجعات ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجاية ان شاء الله. أول حاجة هتلاحظها لما تمسك الموبايل ده هي التصميم المعتاد لسامسونج، الشياكة جدا اللي هو موجود اصلا في كل موبايلات سامسونج في فئه الاي. بس انا شايف ان دي حاجه كويسه عشان ما حدش يعرف ده موبايل اقتصادي ولا فئه متوسطه ولا فئه متوسطه عليا. فريم الكاميرات بس اللي اتغير في الشكل السنه دي، وبصراحه انا حاسس ان هو شبه موبايلات الاس الغاليه الفلاج شيب، جايب فريم فلات وظهر فلات وسمكه 7.5 مللي بس. فسامسونج بصراحه عامله تصميم الموبايل باتقان المره دي وما فيهوش اي مشاكل. ولما تلف الموبايل وتبص على الشاشه بتاعته هتحس انك فعلا قدام فئه اعلى، لان شاشه سوبر اموليد بدقه فول اتش دي بلس وتردد 90 هرتز. الحواف كبيره شويه بصراحه والنوتش قديمه، وكمان الحافه السفليه كبيره شويه، وسامسونج ما بتشتغلش عليها قوي في الفئات دي. هي دايما بتخلي النوتش الصغير والحواف القليله للفئات الاعلى. بس الالوان والاضاءه والتباين حاجه تانية خالص بصراحه. تليفون كويس جدا، شاشته كويسه جدا، واكيد هو افضل من الاي 07 اللي هو شاشته ما زالت ال سي دي. فانصحك لو انت تشتري الاي 07 زود 2000 جنيه واشتري الاي 17 افضل بكتير. الشاشه بتاعته فعلا بتفرق وهتحس انك ماسك موبايل غالي. والجميل جدا بقى في الشاشه، واللي انا مستغرب ان سامسونج حطها في موبايل اقتصادي لان ده مش عادتهم خالص، هي الجوريلا جلاس فيكتوس. يعني فعلا مهتمين بالتفاصيل حتى في الفئه الاقتصاديه. اما من ناحيه الاداء فاداؤه منطقي جدا، جايبه معالج هيليو جي 99 من ميديا تك، ومش موجه للالعاب الثقيله، هو بس الاستخدام اليومي والتصفح العادي جدا. ولو هتلعب لعبه خفيفه زي كاندي كراش او غيره، مش موجه لانك تلعب ببجي والعاب ثقيله وكلام من ده. هو هيديك فريمات ثابته في ببجي، وهيديك فريمات حلوه كويسه حوالي تقريبا من 60 ل 80 فريم، ولكن هتلاقي برضه في بعض الاحيان لاج، وهتلاقي في بعض الاحيان تقطيعات. فهو مش موجه للالعاب الثقيله جدا، بس هو ممتاز للاستخدام اليومي والسوشيال ميديا وتصفح الانترنت والحاجات دي كلها، ما فيهوش اي مشاكل. يعني اداء مستقر ومضمون، خصوصا لو اخترت 6 او 8 رام، لان بصراحه لما جربت الاربعه رام حاسس ان السوفت وير مقيد شويه، حاسس ان هو تقيل شويه عن الستة او الثمانيه رام. ببساطه كده الاداء منطقي وعملي اكتر من كونه قوي. ولو بصيت بقى على الكاميرات فهتلاقي فيه كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل فيها مثبت بصري او اي اس، ودي حاجه كويسه جدا في الفئه دي. ده هيساعدك جدا في الصور والفيديوهات، حتى لو ايدك اتهزت سنه فالموضوع هيفضل ثابت والصوره هتفضل ثابته وكويسه جدا. والكاميرا الاساسيه معاها كمان كاميرا الترا وايد بدقه 5 ميجا بكسل وماكرو بدقه 2 ميجا بكسل. والصور اللي انا شفتها من الموبايل دي بتوضح ان المعالجه بتاعت سامسونج في الفئه دي ممتازه جدا، ما فيهاش اي مشاكل، الوان واقعيه، تفاصيل واضحه، ودايناميك رينج محترم جدا جدا جدا. وبالنسبه للكاميرا السيلفي فهي 13 ميجا بكسل، وبرضه بتطلع صور نظيفه جدا بالنسبه للفئه دي. يعني الكاميرات هنا فعلا نقطه قوه غير متوقعه بالنسبه للفئه دي وبالنسبه للموبايل ده بالسعر ده. بالنسبه بقى للبطاريه فهي ما اختلفتش كتير، هي برضه 5000 ملي امبير بسرعه شحن 25 واط، نفس الكلام زي السنه اللي فاتت. فهو يديك يوم استخدام مريح من غير ما تقلق من شحن البطاريه اخر اليوم. ولكن برضه ما زالت سامسونج بتحطش الشاحن جوه العلبه، انت هتضطر تشتريه منفصل. وبالنسبه بقى للتحديثات فالموبايل ده هياخد 6 سنين تحديثات اندرويد و6 سنين تحديثات امنيه، ودي حاجه كويسه جدا بالنسبه للفئه دي وبالسعر ده. يعني لو انت اشتريته النهارده باندرويد 15 هيفضل معاك لحد اندرويد 21، دي حاجه جامده جدا. غير كده كمان سامسونج اضافت ميزه سيركل تو سيرش للموبايل ده اللي هو موبايل اقتصادي، مع انها كانت ميزه حصريه للموبايلات الفلاج شيب والموبايلات الفئه المتوسطه العليا، اللي هي ترسم دايره على اي حاجه في الشاشه بيبحث لك عنها على الانترنت ويجيب لك عنها معلومات. يعني اقدر اقول في الاخر ان سامسونج اي 17 بيقدم فعلا تجربه متكامله في الفئه الاقتصاديه. هو لان تصميمه شيك، شاشته ممتازه، كاميراته محترمه، وتحديثات لفتره طويله وكويسه جدا بالنسبه لفئته السعريه. هو بصراحه مش اقوى اداء، بس هو اكتر موبايل متوازن في الفئه دي حاليا. فانت لو هتجيب موبايل في الفئه الاقتصاديه انصحك جدا بالاي 17 بصراحه. بس لو هتكلم عن العيوب بقى فعيوبه ممكن ما تفرقش قوي مع الناس كلها، زي مثلا انه ما بيدعمش شبكه ال5 جي، اضاءته وسطوعه تحت الشمس مش افضل حاجه، السماعات بتاعته مونو سبيكر مش ستيريو سبيكر، يعني سماعه واحده بس اللي شغاله. والاداء في الاستخدام العادي بحس ان السوفت وير مقيد شويه، لو النسخه اللي انت اشتريتها الرامات بتاعتها قليله 4 مثلا. والشحن كمان مش سريع جدا بالنسبه لبعض المنافسين، بس بصراحه انا جربت الشحن بتاع سامسونج ال 25 واط وعايز اقول لك ان هو كويس جدا. قول لي رايك في الكومنتات عن الموبايل، وقول لي رايك في الكومنتات عن الفيديو، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده ان شاء الله. واشوفك الفيديو الجاي وبس كده، سلام.